بنجدد الترحيب بحضراتكم، والحديث هيتواصل في هذه الفقرة زي ما قلنا لكم عن الدوري الممتاز به. البعض بيحب يقول عليه دوري المظالم، بس انا ما بحبش اقول هذا اللقب لانه فعلا هو دوري جماهيري من الدرجة الأولى، دوري بيمثل كل أقاليم ومحافظات وقرى مصر. كل الناس بتتابعه لأنه في النهاية بيتحدد منه الأندية الصاعدة لدوري الأضواء والشهرة. 3 أندية بتصعد من 6 مجموعات، منافسة قوية جدا. الدوري الأكثر انتظاما في مصر اللي بدأ بعد الدوري الممتاز وخلاص أهو بيشطب هذا الأسبوع، وهيفضلوا قاعدين لأول الموسم الجديد مش عارفين يعملوا إيه. حكايات كتيرة هنناقشها ونعرف التفاصيل مع 2 من المميزين في هذا المجال، زميلنا وصديقنا والمعلق الرياضي المعروف كابتن رامي بهجت. أهلا بيك ومنورنا. أهلا بيك. وايضا واحد من نجوم القسم الثاني ونجوم نادي المصريه للاتصالات اللي امبارح يا دوبك لسه مخلص ماتش الاستقرار والراحه والهدوء والاطمئنان للبقاء في القسم الثاني، كابتن سامح سقا. اهلا بيك ومبروك الاستمرار والبقاء للموسم الجاي ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير يا كابتن رامي وكابتن سامح، منورنا في صباح الرياضه. كابتن رامي، خليني ابتدي معاك واشوف يعني تابعت ازاي مسابقه القسم الثاني دوري الب، ورايك ايه في صعود فريق واحد من ال6 مجموعات، وهيبقى بالتالي صعود 3 فرق فقط؟ هو طبعا هو مش فريق واحد من ال6 مجموعات، فريق المجموعتين، كل مجموعتين بيصعد منهم فريق. الفريق الاول من ال6 مجموعات. اول الاولى مع اول الثانيه بترجع قصتها للموسم اللي فات. الموسم اللي فات حصل كان يعني على سبيل المثال المنصوره في المجموعه الخامسه قعد فارق مثلا بحوالي 12 نقطه عن المركز الثاني، والمركز الثالث فرق حوالي 15 نقطه. المنصوره كان متاهل من القسم من نص قبل حوالي قبل 6-7 اسابيع ولا حاجه، 10 اسابيع كنت متابع اكتر. في الاخر حصل له دروب، فما مش دروب ولا حاجه، لا ده هو وصل وقعد مستريح 4-5 اسابيع بالظبط. وبعد كده خدوا قرار ان الاول والثاني والثالث من كل مجموعه يصعدوا، عملوا دوره سداسيه بين المجموعتين، كل مجموعتين. فوجئنا ان التوالت هي اللي صعدت. الثالث اللي قاعد مريح وقاعد ما بذلش مجهود كبير في الدوره اللي فاتت او في الدوري طول الدوري، طلع ثالث ولعب ماتشين كويسين وخلاص. هو هدف اللي حصل، المحله فاز على المنصوره بهدف او تعادل بهدف، هو ده اللي خرج. وصعد المحله، غزل المحله وانتاج الحربي واسوان بالظبط كده. فخدوا قرار السنه دي ان بدل ما يبقى فيها ما فيش تكافؤ فرص، يبقى احنا ايه، اول المجموعه يلاعب اول المجموعه. وسبحان الله المنصوره طلع ثاني المجموعه. يعني الصدفه الحكايه دي اتعملت عشانها يعني. فاول مجموعه هيقابل اول مجموعه، اعتقد دي تبقى يعني اكثرها نقدر نقول منطقيه، عدالة. اكثرها عداله بالظبط كده. اول بيلاعب اول وهيطلع واحد، لان احنا المجمل النهائي اللي احنا عايزين 3 فرق. فال3 فرق دي وعندنا 6 مجموعات. طب هنعمل ايه؟ مفيش غير ان الاول اللي بذل مجهود كبير طول الموسم يقابل الاول ويطلع واحد. هم مقسمينها جغرافي بقدر الامكان، طبعا في حاجات كده بعض الاستثناءات، بعض حاجات مش هنتكلم عليها، لكن هو ده الاكثر عداله في الموضوع. والموضوع ده على فكره هيتغير تماما السنه الجايه. الموسم اللي جاي هيبقى فيه 6 فرق باقيه من المجموعه و7 فرق باقيه من المجموعه، هيبقوا 13. ومباراه تحديد الهابط خلصت، هيبقى فيه واحد كمان يبقى 14 زائد 4 فرق هتطلع، هيبقوا 18 فرقه. المجموعتين هيتحولوا لمجموعه واحده، هيبقى كل مجموعه 18 فريق. خلاص يبقى الدوري الدرجه الثانيه كل مجموعه 18 فريق. بيقل هو على فكره كل موسم من حاجه و70 لحاجه 66. يبقى الموسم الجاي يبقى 18 فريق على 3 مجموعات. 36 لا 3 مجموعات. 3 مجموعات 18. فهيبقى كل مره هتقل اكتر فاكتر. ده هيدي للمسابقه قوه. بدل ما يبقى عندك فرق دون المستوى، بص تلاقي مثلا عندك يعني على سبيل المثال مثلا فريق مركز شباب صملوط في المجموعه الثانيه لعب دوري موسم كامل جايب 6 نقط، مع احترامنا الشديد لمركز شباب صملوط، لكن لما يبقى عندك فروق كبيره قوي، فريق جايب 50 وفريق جايب 6، ده ما بيديش للمسابقه قوه. وما بتقدرش انت كمان كاتحاد كوره تقدر تعمل عمليه تسويق بشكل كويس لهذه المسابقه، لان انت برضو
في الاول وفي الاخر ده منتج، انت بتدور على تسويق المنتج. كل ما تروح لحد كاتحاد كوره يقول لك انا اروح اجيب ادفع فين وهروح اذيع ماتش مش عارف مركز شباب ايه وفريق، فلما بتقوي المسابقه بتعرف تتكلم، بتقول انا عندي منتج كويس. ايوه. طب كابتن سامح، انت بتلعب في نادي الاتصالات وعندك خبره كمان، لعبت في انديه كتير، لعبت في المنصوره، في طنطا، المحله، اسمنت السويس، ترسانه، جاسكو، يعني مجموعه من الانديه المتميزه واللي ليها اسم وتاريخ في القسم الثاني والقسم الاول كمان يعني موجوده. كلمنا الاكثر عن النادي بتاعك دلوقتي الاتصالات. انتوا كنتوا في موقف حرج لغايه امبارح. والله احنا قابلنا السنه دي ظروف صعبه شويه. يعني احنا عندنا لعيبه صغيره في السن، مواليد 95 و98، معظم الفرقه كده. يعني ما فيش انا او 2 3 موجودين في الفرقه هم اللي موجودين في اصحاب خبره عندهم. اصحاب خبره. لكن بقيه اللعيبه كلهم ناس صغيرين في السن. بس فيهم لعيبه كتير مميزه بجد. يعني فيهم ناس شاركت مع او لعبت مع منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين، ازيد من 3 4 لعيبه، اسلام عبد الحميد، احمد سعيد، احمد مندي، لعيبه كويسه جدا. في وليد عادل، عندنا لعيبه كويسه بس هم صغيرين في السن. لكن اللعيبه دي نتاج السنين اللي فاتت لما كان المصريه للاتصالات يعني في حاله افضل من كده وفي امكانيات افضل من كده، بالذات في المواد الماليه كان اللعيبه دي بيتصرف عليها كويس، فكانوا هم دول اخر نتاج المجموعه القديمه. فهم بصراحه هم اللي شايلين الفرقه السنه دي، والحمد لله يعني برغم النتائج في الاول ابتدينا وحش، لكن في اخر السنه نهينا كويس. ولو كنا ابتدينا كده كنا اعتقد ان احنا كنا نافسنا. يعني معظم الناس اللي اتفرجت وشافت فرقه المصريه للاتصالات حتى في ماتش اف سي، فبرضه يعني الناس كلها لاحظت ان الفوارق قليله ما بيننا وما بين الناس اللي بتنافس. مجموعه اللعيبه قادره ان هي تصعد ان شاء الله في السنه الجايه. تغيير المديرين الفنيين كتير للمصريه للاتصالات، حسيت ان هو يعني عمل مشكله معاكم؟ والله هم حتى الناس اللي جت كلها قريبه من النادي. يعني كابتن احمد اسماعيل هو اللي مسك الفرقه يعني السنين اللي فاتت، والمجموعه اللي صعدت معاه من 93 دي هي فرقته اصلا، يعني هي فرقته في الناشئين، وهو اللي كان واخد بيها دوري القطاعات في الجمهوريه وكده. فبعد كده جه الكابتن وائل الاباني اشتغل لفتره قليله، وبعد كده لما جه الكابتن هاني رمزي طلبه طبعا لفرقه الشرطه فاشتغل معاهم. وجالنا برضه كابتن رضوان برضه ماتش او ماتشين وبعد كده مشي تاني. فجالنا الحمد لله ان رجع لنا كابتن احمد اسماعيل، كان قريب من الفرقه وعارف طبعا اللعيبه كلها وعارف حاطط ايده على المجموعه، الناس اللي بتلعب والناس اللي بتتغير وكده. فالحمد لله دخل في وسطنا بسرعه وقدرنا ان احنا نحقق نتائج في الاخر. اعتقد ان هي كانت صعبه شويه، يعني مكسبنا السكه في السكه ب4 اهداف، ومكسبنا برضه شويه الدخان، دي كانت حاجه كويسه، ومكسب السكر برضه في بره ملعبنا. فقدرنا ان احنا ناخد 9 بونت في اخر حوالي 3 ماتشات مع تعادل. انا عايز حضرتك تشرح للناس فكره الصراع اللي كان موجود في الهبوط وفكره المباراه الفاصله على المركز الثامن. في ناس برضه ما كانتش مستوعباها ليه اتعملت المباريات دي وكان ايه الهدف منها. هي المشكله ان هي حاجه صعبه جدا. عندنا مجموعه القاهره السنه دي يعني من اقوى السنين اللي اتلعب فيها. 11 فرقه، حضرتك لو جيت تعد المجموعه اللي موجوده حوالي 9 فرق كانت بتلعب دوري ممتاز وبتنافس للدوري الممتاز. صحيح. قليل قوي لما تلاقي فرقه او فرقتين اللي ما لعبوش، مثلا ممكن السكر او ميت خيان. بقيه المجموعه كلها قويه جدا. والمطلوب ان انت هتنزل 3 من المجموعه من ال 11 وفرقه هتلعب مع المجموعه الثانيه، اللي هو حصل لنا مع فرقه ابو فؤاد من المجموعه الثانيه. فكانت طبعا صعبه جدا. انتوا كنتوا تامن مجموعتنا. احنا كنا تامن مجموعتنا وواجهتوا بور فؤاد تامن المجموعه. تامن المجموعه في مجموعه القناه. مجموعه القناه. هو ده كان المباراه الفاصله امبارح واتلعبت في استاد هيئه قناه السويس. كانت حاجه بصراحه غريبه علينا في المصريه اتصالات. يعني احنا طالبنا لجنه المسابقات بالمساواه، لان احنا بنلاعب فرقه بور فؤاد معظم لعيبتها من الاسماعيليه. بور فؤاد تابع لهيئه قناه السويس طبعا، وبنلاعب فرقه بور فؤاد في ملعب قناه السويس. فطبعا كانت حاجه صعبه. الظروف كلها كانت رايحه للجنب اللي هناك. كانت رايحه بصراحه. احنا كان الموقف صعب جدا. يعني حتى طالبنا قبلها ان احنا ننقل مكان الماتش وما ينفعش. فالحمد لله ضربه جزاء اتحسب لنا ضربه جزاء في الدقيقه 88. وعداله السماء تنزل على استاد هيئه قناه السويس. كابتن رامي، يعني بالنسبه لصعود ال3 فرق، شايف مين الاقرب للصعود؟ والله احنا في 3 مباريات اتلعبوا. اول مباراه طنطا ودمنهور. طنطا قدر ان هو يحسم نص او يحط قدم في الصعود بعد ما فاز في مباراه الذهاب 1-0. طبعا اللي بيفوز 1-0 في المباريات اللي زي دي، المباراه الثانيه مباراه العوده في دمنهور ان شاء الله هتبقى يوم الخميس، دي هتبقى طبعا من السهل في الماتشات اللي بالنوعيه دي والكيفيه دي انك تتعادل، انك ما يجيش فيك اهداف، لكن صعب انك تجيب جول لان بيبقى الحذر الدفاعي كبير جدا في الاوقات دي. فعشان كده اللي يجيب جول في مباراه الذهاب بيبقى سهل عليه جدا انه يحافظ، بيبقى ارتاح انه اقرب بالظبط كده. يعني ارتاح بنسبه كبيره. ارتاح طبعا نهائيا مش ممكن، لان ممكن يجي في جون و2،
لكن هو بس هو على الاقل هيلعب أكثر- دفاعي يعني هيأمن دفاعه. هيأمن دفاعه ويلعب على الهجمه المرتده، يلعب على التأمين الدفاعي، ممكن يلعب دفاع منطقه في فتره من الفترات على قد مستوى اللياقه البدنيه بتاع لعيبته. طبعا هو ادرى، المدير الفني طبعا لنادي طنطا كابتن خالد عيد، ومن المديرين الفنيين اللي ليهم خبرات عاليه جدا. برضو كابتن صفاء رجب اكيد المدير الفني لدمنهور اكيد هيبقى عنده نوع من انواع الحماس اللي هيديه لعيبته. وطبعا رئيس النادي الاستاذ ايهاب عبد الله ده من الناس الكرويه جدا جدا، فعشان كده بيدعم الفرقه بشكل كبير. ونفسهم يرجعوا للدوري، نفسه يرجع بالظبط يعني كده. هو بعد حاجه و20 سنه لما من الموسم اللي فات كان موجود، نفسه بقى يرجع. طنطا بقى بيقول لك برضه، هو طنطا برضه اسم تقيل يا جماعه، وغايب عن الدوري من سنين، بقى له قد ايه؟ برضه يعني طنطا بقى له فتره طويله جدا يعني يعني حوالي 15 13 سنه تقريبا يعني بالظبط. فيعني فرقتين عندهم الطموح وعندهم الامل، لكن هدف احمد الشيخ اللي جابه في مرمى دمنهور قرب قوي الامور بالنسبه لطنطا وصعب الامور بالنسبه لنادي دمنهور. وعلى فكره احمد الشيخ ده كان لو اتكلمنا عن المباراه ما كانش بيلعب اساسي، يعني نزل كبديل واستطاع ان هو يسجل هدف في مرمى دمنهور. فعمل شغل كويس. دايما البدلاء بيبقى لهم كلمه السر في الاوقات اللي هي الحرجه، بالذات في الحاجات اللي زي دي. سامح لعبت في طنطا؟ لعبت في طنطا، انا اصلا ناشئين طنطا، اساسا ناشئين طنطا. كابتن ربيع ياسين تولى تدريب طنطا في الفتره اللي انا كنت موجود فيها، وانا كنت في المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب. ايوه. فهو صعدني وبدات العب في طنطا لحد حتى قبل ما اتأيد في الفريق الاول. كان الكابتن حسن مجاد الله يرحمه اشتراني اساسا من طنطا. من طنطا اساسا من طنطا. قول لي بقى الناس عامله ايه مستنيه الفرقه بتاعتها ازاي؟ حضرتك انا الصدف ان انا مدرستي كانت جنب النادي بالظبط. يا سلام. فكان يعني الماتشات بتبتدي 3 كده، ماتشات الممتاز بيه كانت على طول بتبقى يوم خميس. فكان الملعب عندنا في طنطا يعني من الساعه 1 الملعب مقفول. يعني جمهور طنطا من الجمهور الكبير جدا واللي بيحب الكوره جدا، لدرجه ان هو كانوا يعني ماتشات الترقي والحاجات دي، مثلا في ماتش اسوان الترقي اللي احنا خسرنا فيه 2-1 ده، الناس راحت اسوان في الماتشات اللي هي بتبقى حاسمه دي، بيبقى الجمهور بصراحه بيبقى ورا الفرقه في كل مكان. فهم جمهور بيحب الكوره جدا، وفي لعيبه كوره كتير في طنطا كويسه جدا. وانا من هنا يعني بحيي استاذ فايز عريبي بصراحه، من الناس بصراحه اللي بتحب طنطا جدا، رئيس نادي محترم، وعلى طول فرقه طنطا بتنافس وبتحاول في السنين اللي فاتت، بس هم ما حلفهمش التوفيق مع الكابتن رضا عبعال. فالسنه دي ان شاء الله بتمنى لهم يكونوا مع الكابتن خالد عيد ان شاء الله من نصيبهم الصعود ان شاء الله. عندهم لاعب كويس على فكره جدا اسمه محمد خفاجه برجله الشمال، ده كان بيلعب في بتروجيت قبل كده في الدوري الممتاز، لعيب هاجم مع كابتن فوق جعفر وبتروجيت، لعب في انديه كبيره، فارق معاهم برضو، مايسترو كده في نص الملعب. كابتن سامح، يعني خليني برضو هرجع معاك بقى للاتصالات من ناشئي طنطا بقى للاتصالات. مباراة امبارح يعني كنت قبل الهوا انا وحسام بنتكلم، وبعض التفاصيل عنها كده، كانت مباراة صعبة جدا. يعني ضربة جزاء في الدقيقة 89 تقريبا، والمصرية للاتصالات من دوري الدرجة الأولى يعني ممكن امبارح كان في صراع ان يبقى فيه هبوط. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يعني في النادي، وازاي النادي يرجع تاني لدوري الدرجه الاولى؟ كل المتابع للممتاز ب عارف ان الممتاز ب فلوس. لازم يبقى فيه امكانيات، فلوس موجوده عشان تقدري تجيبي لاعيبه كويسه انها تصعد وتختصر كل المده دي وتختصر السنين اللي بتقعدي تصرفي فيها على الفاضي. لا حضرتك قبل كده المصرية للاتصالات لما بدا يصرف ويبقى فيه امكانيات، الفرقه صعدت على طول، وبدات حتى في الدوري الممتاز مع كابتن حسام ادت بشكل كويس، ومع مجموعه المدربين اللي اشتغلوا في النادي ادت بشكل كويس. واحنا عندنا امكانيات كلاعيبه، في امكانيات لعيبه وامكانيات لعيبه صغيره في السن، وتقدر ان هي يعني في ناس منهم يعني ان شاء الله هيجي لهم حتت كويسه كتير وصغيرين في السن. فان شاء الله مع يعني السنه الجايه ان شاء الله، مع طبعا المجموعه هتبقى 18 فرقه، هتبقى صعبه جدا، مجموعه القاهره والقناه هترجع تاني. فلازم يبقى في امكانيات ماديه موجوده علشان نقدر ان احنا يبقى عندنا قوام لعيبه. الفرقه برضه ما بتبقاش لعيبه صغيره بس، لازم يبقى في ناس خبرات موجوده في وسطها، تدعيم للفرقه، تدعيم طبعا للفرقه. مع الكابتن احمد اسماعيل والناس اللي موجوده نبتدي نشتغل ان شاء الله، يبقى طموحنا ان احنا ان شاء الله نصعد. والله الناس اللي موجوده وجت اتفرجت على الماتشات الاخرانيه اللي هي الفرق اللي بتنافس فيها زي اف سي، زي شريات دخان، المجموعه الفرق الكبيره اللي موجوده في مجموعتنا معظمها مكسب لينا، يعني معظم الماتشات دي مكسب لينا. فان شاء الله السنه الجايه نامل ان يبقى في كده، ونحاول ان احنا نختصر السنين اللي جايه بقى ونصعد ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن رامي، حضرتك كنت بتكمل المباريات اللي اتلعبت، حضرتك اتكلمت عن مباراه طنطا ودمنهور الاولى وفوز طنطا، كان في مباراتين برضو بتلعبوا في نفس التوقيت. بالظبط، يعني المباراه الثانيه برضو اللي حصل عليها جدل كبير جدا جدا، مباراه الترسانه والشرقيه.
دي مباراه يعني فرقتين جماهيريتين وفرقتين كان ليهم باع في الدوري الممتاز، الفرقتين لعبوا في الدوري الممتاز، دول ليهم جمهور كبير جدا، الشرقيه والزقازيق والطموح عندهم اشد، كل واحد اشد من الثاني، وعندهم كمان رغبه في عطشانين عطشانين وعايزين يوصلوا للدوري الممتاز. نفس الكلام بالنسبه للترسانه، يعني الترسانه بينه وبين نادي الزمالك انت عارف ما فيش بيخطوا خطوتين بيبقى شارع. لا والترسانه مش نادي جماهيري قاهري، يعني الشرقيه نادي جماهيري لمحافظه الشرقيه، لكن الترسانه نادي جماهيري لمصر كلها زيه زي الاهلي والزمالك بالظبط في فتره من فترات. يعني الجيل الذهبي بتاع الترسانه، الشاذلي ومصطفى رياض، طبعا عملوا اسم كبير جدا، وفي وقت من الاوقات كان هداف الدوري من نادي الترسانه ده، يعني اوتوماتيك. صحيح. خلاص بتعرف الحكايه دي. المباراه دي بقى صاحبها من قبل المباراه كلام كتير جدا، ورئيس نادي الشرقيه الاستاذ حمدي مرزوق يمكن كان بيطالب بحكام دولي لا اجانب، لا تخطى دوليين، اجانب ولا اجانب تخطى مرحله الدوليين. هو عايز حكام اجانب، هو يعني دايما كل سنه له قصص مع بالظبط كده. وبعد كده كمان بصينا لقينا المباراه كانت بتقام على ملعب بنها، استاد بنها، لان طبعا الاستاد المفروض تقام على استاد الترسانه، ولكن الترسانه فيه اصلاحات دلوقتي، فاقيمت على هو ملعب بنها دلوقتي، هو ملعب الترسانه، اقيمت على استاد بنها. وفوجئنا بقى ان ملعب بنها في وسط منطقه سكنيه، ان جماهير كبيره جدا فوق الاسطح بتشاهد المباراه. جماهير فوق الاسطح بتشاهد، لا كان في جماهير برضو بس ايه يعني على خفيف يعني كده، لكن اللي بره الاسطح بقى كمان نسبه كبيره جدا، يعني ممكن تحصل كوارث. والغريب بقى في الامر ايه؟ الغريب في الامر ايه؟ ان دول مش جمهور الترسانه، ده جمهور الشرقيه جايين من الشرقيه بالظبط كده. عشان كده الاستاذ حمدي مرزوق رئيس النادي المباراه اللي جايه بقى طبعا كمان بيطالب بحضور الجماهير، بحضور الجماهير، لان المباريات لا تنقل. قالوا له خلاص المباراه هتنقل، قال لهم طب انا هعمل ايه؟ الجمهور هيطلع على اسطح المنازل وهيعمل، وانا خايف ان هم يقعوا فاحنا ندخلهم. انا برضو عايز اقول نقطه، يعني انا خريج جامعه الزقازيق، المباراه هتقام على استاد جامعه الزقازيق مش استاد الشرقيه. استاد جامعه الزقازيق ده في الحرم الجامعي، ومفيش مش حواليه بيوت، مفيش منازل مفيش حاجات من دي. ده استاد كليه التربيه الرياضيه اللي انا خريج فيها يعني، فمفيش منازل ومفيش اسطح، مفيش حاجات من دي، في حرم كبير جدا فيبقى مؤمن بقى، هيبقى مؤمن. دي اول نقطه. وطبعا حكام دوليين، هو حط لك حكام دوليين، مش هنقول بقى طبعا الا اذا تنكر الجمهور فصول طلبه وقف على الكليات من فوق بقى. لا طبعا المباراه دي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الترسانه والشرقيه. طبعا النتيجه دي مش هنقول لك في صالح الترسانه، لا هي في صالح الشرقيه اكتر، لان الشرقيه هيروح يلعب على ملعبه، ولو ان خلاص يعني ما عادش بقى حته ان على ملعبه، ما عادش في وسط جمهوره، وسط جمهوره ده جمهوره بيبقى بره، لكن معنويا بتبقى احسن، بتبقى افضل، ان الترسانه هو اللي رايح هناك. الترسانه هو اللي رايح هناك بالظبط كده. الشرقيه ممكن يخطف جول، لكن برضه في نفس الوقت دي نتيجه 0-0 دي اللي بيقولوا عليها نتيجه الخادعه، اللي هي دايما بتخدع الفريق اللي محتاج جول واحد. الفريقين عندهم 2 مديرين فنيين عاليين جدا، طبعا كابتن عبد الرحيم في الترسانه وكابتن ايمن مزين في الشرقيه بالظبط كده. 2 مديرين فنيين كويسين، قدروا يقروا اللعب كويس. يمكن لو اتكلمنا عن الشوط الاول هنلاقي الشوط الاول يمكن كان متوسط المستوى، كان الفرقتين خايفين من بعض قوي، كانوا قلقانين من بعض. اول 45 دقيقه كان في تسديده وحيده للاعب حسن علي، ما كانتش بالقوه المباراه في شوطها الاول. الشوط الثاني الاداء اتحسن شويه، لان بدا الترسانه يحس ويستشعر ان هو عايز يكسب. عمل كابتن عبد الرحيم 3 تبديلات، ونزل عبد الرحمن مجدي وخرج كريم فتح الله اللاعب السابق لنادي الاتحاد السكندري، لكن طبعا مش بالاسماء، عايزين نتكلم برضو ان دي بالاداء في الملعب. ونزل عبد الله ناصر، وعبد الله ناصر الحقيقه هو كان وجه الدفه تماما لمصلحه نادي الترسانه في الشوط الثاني. بدا الاداء يتحسن، عبد الله ناصر لعيب كويس جدا، لعيب بيخطف، ممكن يخطف في اي لحظه. بدات الدفه تتجه ناحيه الترسانه، وبدا طبعا نادي الترسانه يعمل هجمات قويه، وبدا بقى كمان الشرقيه كابتن ايمن المزين يعتمد على الهجمات المرتده. والحقيقه ده حارس مرمى نادي الترسانه تصدى لاكثر من فرصه محققه لنادي الشرقيه، نتيجه طبعا اندفاع لاعيبه الترسانه في الشوط الثاني. ده بيخلف طبعا مساحات في خط ظهرهم ممكن يستغلها نادي الشرقيه، لكن ده كان واقف بشكل كويس. كابتن سامح، هرجع برضو عايز اسالك نفس السؤال اللي سالته الكابتن رامي بالنسبه للست فرق اللي صعدوا
للترقي، شايف هم الاقدر بالصعود للترقي؟ وبالنسبه ليه كمان صعود للدوري الممتاز تتوقع مين؟ والله انا يعني الاول هتكلم على فئه الترسانه في مجموعتنا. فئه طبعا كويسه جدا، عندها لعيبه كويسه جدا فيهم، وعندهم الفيومي، عم الفيومي لعب قبل كده في الدوري الممتاز مع الرجاء. كان انهي موسم؟ لعبت في الترسانه مع كابتن فاروق جعفر مع كابتن فاروق بس في الدوري الممتاز. لكن لا، انا شفتهم السنه دي طبعا بحكم ان انا موجود في مجموعه القاهره. عندهم عبد الله ناصر وعم الفيومي، فيودين كويسين جدا وصراع جدا. هي مشكله الماتشات اللي هي بتبقى حاسمه دي بيبقى فيه شويه، يعني المدربين بيبقوا خايفين شويه، وبيبقى فيه كله متكتل في نص ملعبه وبيقفل نص ملعبه. لكن لو المباريات مشيت طبيعي، فرقه الترسانه اعتقد ان هي في فرق كبير جدا في امكانيات اللعيبه ما بينها وما بين فرقه الشرقيه. لكن طبعا الماتش الجاي هيبقى صعب جدا في ملعب الشرقيه، واعتقد ان كده كده هيدخل جمهور. يعني مع احترامي لاتحاد الكوره هيدخل جمهور نادي الشرقيه. انا يعني لعبت قصاد الشرقيه كتير، الملعب على طول مليان. فكده كده الماتش في استاد الجامعه او في استاد الشرقيه هيبقى فيه جمهور. الدعوات بقى ممكن جمهور بدون جمهور يعني الدعوات مكان 100 او 200 ممكن توصل 2000 3. يا الله. فكده كده هيدخل. فيعني اعتقد ان هيبقى ماتش صعب جدا، بس اعتقد ان فرقه الترسانه هتأدي بصوره افضل لو فرقه الشرقيه بدات تهاجم، لان عندهم خبرات وعندهم سرعات زي عم الفيومي وعبد الله، عندهم سرعات يعني هيفرقوا عن ديفنس الشرقيه كتير. فمن هنا هتيجي الخطوره لفرقه الترسانه. هو فعلا الفرقتين اتغيروا جدا. الترسانه من نص الموسم اللي فات، الموسم اللي قبله كانت بتصارع على الهبوط للقسم الثالث. يعني الترسانه تخيل يعني وقعدت كذا سنه تعمل يحصل فيها ده. كابتن عبد الرحيم لما تولى المسؤوليه الموسم اللي فات يعني قوم الفرقه بشكل جيد. مع بدايه الموسم ده عمل شغل. كابتن ايمن مزين كمان عمل شغل هايل في الشرقيه بصراحه. لا بصراحه هو الكابتن ايمن مزين من بعد ما تولى المسؤوليه كانت الشرقيه بعيد شويه، فبدا فعلا يدخلوا في المنافسه، ويعني جم من تحت لحد ما صعدوا اول وقدروا ان هم يوصلوا لمباراه الترقي. فاعتقد ان الماتشات دي برضه ما بيبقاش فيها توقع قوي طبعا، بس هي المواجهه يعني هتحسم في الاخر لواحد فيهم اللي هو دلوقتي. انا عايز اضيف برضو حاجه ان طب قبل ما تضيف اظن معانا التليفون يا اميره. خلينا ناخد تليفون معانا، استاذنكم. معانا الاستاذ احمد جابر رئيس نادي الترسانه. الو، اهلا صباح الخير يا استاذ احمد. وصباح الفل الاستاذه اميره جمال والاستاذ حسام محمد. اهلا بيك وضيوفكم الكرام المحترمين. صباح الفل يا استاذ احمد. استاذ احمد، عايزين نعرف يعني اخر التفاصيل بالنسبه للمؤتمر اللي حضرتك كنت هتعقده. موضوع الجماهير، يعني كان الشرقيه بيطالب بحضور جماهير، ايه اخر الاخبار؟ لا اصل ده شيء مخالف للائحه اللي اقيمت عليها المباريات منذ بدايه الموسم، وحتى دوره الترقي لها شروط، فده مخالف للشروط اللي اقيمت عليها المباريات. وانا طلبت من الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقيه قبل اقامه المباريات والقرعه انه يحضر للقاهره، وممكن نحضر مع المسؤولين في الاتحاد، الا ان هو ما جاش. ومنذ ان انتهت القرعه وهو عايز يدخل جماهير وعايز يعمل حاجات مخالفه للائحه والشروط التي اقيمت عليها لجنه، والتي وضعتها لجنه المسابقات ولجنه الحكام بمساعده اتحاد الكره والداخليه. فالشيء النهارده هو مخالف للائحه التي اقيمت عليها المسابقه اساسا، وفي مبدا تكافؤ الفرص ده مطلوب لكل الفرق. والمباريات الاولى لعبت واحنا التزمنا بيها بالاعداد اللي قالوا عليها، وبعتنا لوزير الداخليه وشكرنا مدير امن الداخليه اللواء سعيد شلبي، وطلبنا ان مدير امن الزقازيق يقوم بنفس الدور، وبعتنا شريك المباراه للاتحاد المصري لكره القدم ايضا، وطلبنا ان نادي الشرقيه يلتزم بما لا يعكر صفو المباراه. بس المهم ان احنا دلوقتي بنستعد فنيا طبعا للمباراه دي. يا فندم، طبعا الاهم دلوقتي كمان ان احنا مركزين في الجانب الفني، يعني الفرقه بعيده عن المشكله دي. الجانب الفني ده في حاله. أيوة. واحنا بنجرب مشكله اخرى، يعني احنا مش عايزين بس ايه يعني خروج عن النص، وبنحمل نادي الشرقيه اي خروقات، ومش عايزين اللي فات دي مباراه رياضيه اللي فايز فيها بنقول له الف مبروك، ونتمنى للجميع التوفيق بما فيهم نادي الترسانه العظيم العريق. طيب حضرتك قلت انه يمكن السيد حمدي مرزوق ما كانش موجود في الدعوه اللي فاتت،
هل حصل تواصل تاني الاسبوع ده قبل ما تروحوا الزقازيق؟ لا احنا بنعتبرها ان شاء الله مباراه من ضمن مباريات الدوري، وبنستعد لها في تدريبات، والجهاز الفني واللاعبين معزولين تماما عن اي شيء. وعدت اللعيبه بايه بقى؟ الصعود هيبقى شكله ايه؟ في مكافاه لائحه ولا في حاجه زياده؟ اللائحه عندنا بتعطي كل كبيره وصغيره للاعبين والجهاز الفني، وكل شيء متفق عليه، واللاعبين بتاخد مكافآت عظيمه وحصلت على جميع مستحقاتها، يعني مباراه واكثر من مستحقاتها كمان، واكثر من ربنا يوفقكم. واحنا لسه كنا بنقول دلوقتي ان الترسانه مش نادي قاهري، هو نادي جماهيري زيه زي الاهلي والزمالك بالظبط، عنده شعبيه في كل المحافظات تقريبا، وتاريخكم العريق، يعني ربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا لك واسره البرنامج والمشاهدين، وانتظروا نادي الترسانه العظيم في موقعه الحقيقي والدائم ان شاء الله. ربنا يوفقكم، وده حاجه هتحسب ليكم والله بجد، يعني لانه من سنين الترسانه غايب. شكرا ليكم. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، وبالتوفيق طبعا للشرقيه اذا كان الافضل. يعني المهم انه الافضل هو اللي يصعد باذن الله طبعا. كنت عايز اضيف بقى حاجه، ان برضو من ضمن الحاجات اللي قالها الاستاذ حمدي، ان عشان المباراه تتذاع لازم جمهور ما يجي، لان المباريات مش مذاعه. فالمباريات اللي فاتت كان ليها ظروف، ان ودوا وحده SNG في كل مباراه وكاميرا واحده وحاجات كده لظروف المباريات الدوري والحاجات دي. لكن الثلاث مباريات بتلعبوا في نفس التوقيت، والثلاث مباريات في نفس بالظبط كده، ونفس الحكايه برضه. تداركوا بقى الموضوع في يوم الخميس ان شاء الله، وحصل مجموعه تعديلات وتطويرات في الجدول الدوري، بحيث تتوافق ان كل الناس تتفرج على ماتشات الممتاز ومحدش يجي. كويس. يعني عامر حسين الحاج عامر طبعا رئيس لجنه المسابقات عمل تعديل. يعني كان المفروض مثلا مباراه الاسماعيلي والمحله الساعه 4 الا ربع. علاقه بدي ولا اقول لك اهو. عامر حسين كامل. لا، عامر حسين كان المفروض الاسماعيلي والمحله هتتلعب 4 الا ربع. 4 الا ربع يوم الخميس في نفس توقيت الماتش ده 3:30 الثاني. مين هيتفرج على ده ويسيب الاسماعيلي؟ فاجل مباراه الاسماعيلي الى الساعه 6:30. حلو قوي، عشان الناس تخلص المباراه دي براحتها وتتفرج، ما يبقاش في حجه. يا سلام. كمان نقل مباراتين اتحاد الشرطه واسوان وبتروجيت والداخليه ليوم الجمعه اللي كانوا في نفس اليوم، عشان الناس تتفرغ تماما. يعني شوف كل حاجه بتتعمل بحيث ما يبقاش في كلام ولا في حجه ان في المباراه مش هتذاع كده. خلاص اتفرجت الايام، اصبح المباريات دي هتتنقل بعربيه اذاعه خارجيه. عربيه اذاعه خارجيه يبقى في امكانيه تتنقل دي على القناه دي وعلى القناه دي وعلى القناه دي. خلاص بقت الثلاث مباريات، قناه القاهره وقناه الدلتا والصعيد بالظبط كده. اللي عايز يتفرج على النصر للتعدين والاسيوطي يتفرج على الصعيد السبعه والثامنه، اللي عايز يتفرج على طنطا نفس الكلام يتفرج على الدلتا، اللي عايز يتفرج على الترسانه والشرقيه ثالثه ورابعه، ثالثه رابعه 5 و6 و7 و8. خلاص ما بقاش في حجه بقى. كل جمهور الشرقيه بنقول له مع احترامنا الكامل ليك مش عايزين مشاكل، استمتع بيها على الشاشه بالظبط كده. هتروح هتعرض نفسك لمشكله، هتعرض نفسك كسبت اطلع وهيص، هيشوفها بصوره اوضح يعني بالظبط. والله ده انا قاعد والكره هتتعاد لا وغير كده كمان انا بشجع الشرقيه، ببقى قاعد عايز اعرف مين اللي وصل معايا، كمان بقلب كده بروح بشوف الترسانه عامل ايه دلوقتي، بشوف النصر للتعدين عامل ايه دلوقتي. يعني في البيت كمان بتبقى احسن، اكيد بتبقى اكتر راحه كل المباريات بالظبط كده، والسندوتش جنبك وكوبايه الشاي وحاجه جميله. كابتن سماح هرجع عليك برضو لنفس السؤال ما جاوبتنيش عليه، اللي هو مين الاقرب للصعود؟ 3 فرق الاقرب للصعود. هو في المجموعات دي احنا شايفين طموح يعني. في حاجه انا اتمنى بيها طبعا طنطا، يعني اتمنى ان طنطا تصعد في ماتش طنطا ودمنهور، مع احترامي طبعا لدمنهور والترسانه والشرقيه. هي الماتش هيبقى صعب جدا. بس هو لو فعلا زي ما قلت لحضرتك، لو الشرقيه بدا يتخلي عن التكتل الدفاعي اللي عمله في الماتش الاولاني، هيبقى الماتش صعب عليه مع فرق السرعات اللي موجوده في هجوم الترسانه. ماتش الاسيوطي والنصر التعدين، يعني كابتن حماده وصلان انا في النصر التعدين لعبت معاه في طنطا، من الشخصيات الجميله جدا والمدربين المحترمين اللي هيبقوا مدربين كويسين جدا. طبعا الكابتن مؤمن ده يعني النصر للتعدين اختلف وطلع كده بسرعه الصاروخ لفوق، يعني من تحت كده عامل شغل هايل، وعامل شغل هايل معاهم.
الاسيوطي كابتن مؤمن طبعا من المدربين المحترمين جدا وليهم باع في مجال الصعود، لانه صعد مع فرقه الانتاج السنه اللي فاتت. بس اعتقد الماتش هيبقى صعب جدا على النصر التعدين في الاسيوطي. فرقه الاسيوطي برضه فرقه على كانوا عاملين ملعبها. ايه في الماتش بتاعهم يا كابتن رامي؟ في ايه؟ الماتش بتاعهم النصر التعدين على والاسيوطي. فكره النصر التعدين عشان نقول برضو نعرف الناس، النصر التعدين وصل في اخر نفس. ايوه يعني وصل بالتساوي في اخر مباراه، بالتساوي مع الالومنيوم في اخر مباراه، تساوي في النقاط، واللي حسم بينهم المواجهات المباشره. كانوا متعادلين 2-2 في مباراه الذهاب، ومباراه العوده 1-0 في اسوان النصر للتعدين. الجول ده هو اللي صعد النصر للتعدين لدوره الترقي. فالنصر للتعدين يعني في اخر لحظه بدا يبقى يفوق. فعشان كده اللي يبقى جاي من تحت ده بيبقى يعني معنوياته اعلى، ويبقى هو اللي عنده القدره ان هو ممكن يبقى اكتر. لكن هو تعادل نتيجه 1-1 في مباراه الذهاب على ارضه في ادفو، ممثل ادفو طبعا في اسوان. اللي جاب الهدف الاول على فكره اللاعب مصطفى صلاح بليا، اللي بدا لاعب الاسيوطي، واللي تعادل هو النصر للتعدين مش العكس. يعني الضيف هو اللي تقدم، واللي تعادل لاعب النصر للتعدين في الدقيقه 45 او الدقيقه الاخيره من الشوط الاول. الشوط الثاني كله كان محاولات للنصر للتعدين انه عايز يجيب هدف عشان يريح نفسه في مباراه العوده اللي هتبقى في الاسيوطي، ملعب الاسيوطي في قريه الاسيوطي. مباراه العوده اعتقد الاسيوطي هيبقى مستريح جدا، عنده من اللاعبين الخبرات اللي هي تقدر تديله 0-0، لانه 1-1 هناك الهدف ممكن يحتسب بهدفين في حاله التعادل وتساوي بالنقاط. فمحتاج التعادل بدون اهداف، مش محتاج انه يجيب اهداف على ملعبه. يعني على ملعبه يبقى فرصه الاسيوطي اكتر، وخاصه عنده لاعبين خبرات كبيره جدا لعبوا في الدوري الممتاز. عنده محمد شديد قناوي اخو احمد شديد، عنده تيدي ادمز لاعب في نص الملعب لعيب كويس جدا طبعا، وعنده لاعبين، عنده مدير فني على مستوى عالي جدا طبعا كابتن مؤمن سليمان اللي كان صعد نادي الانتاج الحربي الموسم اللي فات. ولو صعد الاسيوطي هتبقى دي سابقه ان اي مدير فني يصعد ناديين مختلفين في سنتين ورا بعض. في ناس صعدت كتير بس مش ورا بعض، دي هتبقى سابقه للكابتن مؤمن سليمان. على فكره هو بدا مع الاسيوطي مش من اول الدوري، بدا من الاسبوع السادس، لانه كان الاول كان في جهاز كابتن احمد حسن في بتروجيت. كان مدرب عام مع كابتن احمد حسن، وبعد ما الجهاز تم اقالته انتقل الى التدريب نادي الاسيوطي. ونفس الحال كان السنه اللي فاتت برضه، كان الموسم اللي فات ما كانش هو اللي بدا مع الانتاج الحربي، كان اللي بدا اسامه نبيه لو تفتكر لما انضم لمنتخب مصر انتقل معاه. فالاحوال مشابهه للاسيوطي مع مؤمن سليمان. اعتقد الاسيوطي يعني اعتقد فرصته اقرب، خاصه انه مش محتاج يسجل على ملعبه. والاسيوطي عاش تجربه موسمين ورا بعض في الدوري الممتاز بالظبط يعني. والحاج محمود الاسيوطي بيعرف يحمس اللعيبه كويس ويديهم. هم ما عندهمش مشكله الجماهيريه الفرقتين دول، صح ولا ايه؟ لا ما عندهمش مشكله. لكن هي طبعا كابتن ابو العينين برضه ابو العينين شحاته هو كان متولي المسؤوليه، هو يعتبر هو اللي عمل فرقه الاسيوطي في الاول، وجا بعد كده فعلا وجا الكابتن مؤمن لبدر الاسبوع السادس شغل حلو. وبعد كده جا الكابتن مؤمن وكمل المهمه. فطبعا هيبقى الملعب مع فرقه الاسيوطي في ملعبها، هيبقوا طبعا في ملعبهم، واعتقد ان نتيجه 1-1 دي عامل ايجابي ليهم جدا. فسهل جدا زي ما كابتن رامي يتكلم، سهل جدا ان انت تدافع وتقدر تطلع الماتش 0-0. لكن صعب فعلا حته التسجيل في الاوقات اللي هي بتبقى خلاص المواجهات حسمه، بيبقى الناس كلها زي ما قلت لحضرتك بتبقى مقفله جدا طبعا. زي الماتشات اللي احنا شفناها كلها، ماتشات الترقيع، حتى ماتشنا يعني ماتشنا مع ابو فؤاد اللي تابع الماتش كان مقفل للدقيقه 88 لحد ما جت ضربه الجزاء اللي كسبنا بيها. فهي الماتشات دي فعلا بتبقى كله حريص جدا ان هو يطلع تساوي النتيجه بين المباراتين هيحصل ايه؟ احتكام لشوط اضافيه ولا ضربات جزاء؟ تساوي النتيجه اللي هو 1-1 و1-1 مثلا. لا دي يرجع لها بقى الكابتن خالد كامل بقى على حسب اللائحه، لان بيني وبينك اللوائح انا برضو بتتغير كل يوم. اعتقد هي ممكن تبقى زي لائحتنا امبارح اللي كان لائحتنا امبارح كانت ضربات جزاء على طول. ضربات جزاء على طول. هو الطبيعي طالما ملعب هنا وملعب هنا يبقى ضربات جزاء، يعني انت بتدي ميزه ادفانتج بالظبط، تكافؤ شوطين اضافيين على ملعبه، بتدي ميزه اضافيه للي بيلعب على ملعبه ان هو يلعب وقت اضافي كمان على ملعبه. اكيد. فده الطبيعي
انما اللائحه ايه برضو انا يعني ما اقدرش. بس غالبا هي فعلا غالبا هتبقى كده طالما ضربات ده ماشي جزاء يعني كده صح. بالظبط كده صح. طيب قلنا برضو ماتش الترسانة والشرقية، هرجع لكم تاني. ماتش الترسانة والشرقية قلنا ان هو ماتش صعب جدا طبعا ومقفول، والاثنين فرقتين عندهم طموح. توقعاتك ايه وتوقعات الكابتن سامح؟ والله انا توقعاتي الشخصيه ان المباراه هتبقى مقفوله خالص، وهتبقى صعب جدا ان فريق يسجل. الفرقتين هيبقوا عاملين حساب لبعض كويس قوي، واعتقد ان المباراه هتخلص تعادل برضه، وممكن تطلع ضربات جزاء. دي المباراه دي على فكره اكتر مباراه معقده في الثلاث مباريات، ما تقدرش تتوقع. لكن انا عن نفسي اعتقد ان هيبقى صعب التسجيل في مباراه زي كده مقفوله. جيم مقفول. لو الماتش من غير جمهور الترسانة يكسب. من غير جمهور. من غير جمهور. طيب. لكن لو دخل استاذ احمد جمهور جبر قال هيبقى خلاص من غير جمهور، وهنشوف يعني بين يوم والتاني، باللحظه والتانيه الامور كلها بتتغير وبتتبدل. اعتقد ان يعني انا بايد ان الترسانة يعني كفرق امكانيات لعيبه الترسانة يصعد، لكن طبعا الماتش هيبقى مختلف تماما. الماتشات دي بتبقى مختلفه تماما، كل واحد بيبقى حريص جدا ان هو ده ماتش فعلا هو 90 دقيقه هيصعد. فطبعا بيبقى قتال في الملعب من اللعيبه كلها. هي فكره الاستمرار كمان مهمه قوي، لانه اكيد الدور انت يعني لسه كنت بقول دلوقتي انه الدوري بدا بعد الممتاز ب بعد الممتاز الف ب 20 يوم تقريبا، صح كده؟ تمام. واستمر وانتهى اهو واحنا في شهر ابريل، وهيفضل متوقف لغايه شهر سبتمبر او اكتوبر. دي ملاحظه فتره برضه صعبه جدا. يعني الانديه دي ضعيفه ماليا وامكانات. يا ترى اللعيبه دي هتفضل قاعده ولا هتتسرح ولا هتتباع في انديه ثانيه؟ الاجهزه الفنيه، المصاريف، التجمعات، التدريبات، دي قصه فنيه صعبه جدا. مهم جدا الحكايه دي، لان انا عندي المفروض ان في علم التدريب في حاجه اسمها مراحل اللي بتمر بيها اي فرقه. مرحله الاعداد ومرحله المنافسات ومرحله الراحه. ما عادش في حاجه اسمها راحه سلبيه. كان زمان يقول لك في راحه سلبيه، دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها راحه سلبيه. فانت دلوقتي بتاكد وبتقول اجباري هيبقى في راحه سلبيه. طبعا. والراحه السلبيه دي مش يوم ولا 2 ولا شهر ولا 2 ولا 3 ولا 4. انت بتتكلم في حاجات يعني راحه سلبيه عدد كبير جدا من الشهور. فاذا اعتقد ان الامور هتبقى صعبه جدا. رامي كابتن رامي، بس ناخد معانا التليفون الاستاذ حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقيه. صباح الخير يا استاذ حمدي. صباح النور، اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يوفقكم لاهتمامكم بالانديه الاقاليم، وتحياتنا للكابتن حسام والكابتن اميره ولكل مشاهدينكم الكرام في مصر كلها. اهلا بحضرتك وموفقين ان شاء الله. ماتش مهم قدام الترسانة وحلم يعني بيقرب بالنسبه للشرقيه. والله هي مباراه مصيريه جدا ومهمه، ونتعشى ان شاء الله تحقق امال 8 مليون مواطن، وادعوا لنا كده ربنا يكرمنا ان شاء الله وتطلع على خير، لانه الجماهير متعطشه انها تشوف المباراه، فاذاعتها امر مهم جدا، واحنا ان شاء الله بنأكد على ضروره الاذاعه حسب ما وصلنا انها ان شاء الله هتتذاع يوم الخميس الساعه 3:30 ان شاء الله هتتذاع. طب وقصه الجمهور في الملعب هتعمل فيها ايه؟ احنا طبعا بنعلن لجمهور الشرقيه كله طالما ان المباراه مذاعه فيجب ان المباراه تخرج سليمه، نحافظ على نادينا نادي الشرقيه ونحافظ على الامن عشان نساعد رجال الامن الشرقيه، ناس محترمه بقياده اللواء حسن سيف، فهم عايزين تخرج مباراه بشكل حضاري لائق، وفي نفس الوقت ما نعرضش نادي الشرقيه لاي عقوبه او ايقاف المباراه ونضر نادينا. فانا بدعو الكل الالتزام بان هو يشوف المباراه في البيت المره دي، وان شاء الله في المستقبل تعود الجماهير للملاعب المصريه، فاحنا عايزين نساعد النادي ونساعد قوات الامن. كويس، يعني هو فكره الاطمئنان انه نتفرج عليها في التلفزيون احسن ما يبقى فيه وجود جماهيري داخل الملعب للظروف الامنيه. لا طبعا ده مهم للظروف الامنيه، وفي نفس الوقت ان دي قواعد يجب احترامها من لجنه المسابقات. اذا انا اخليك كنادي شرقيه يبقى هتبقى في مشكله في الملعب، وبالتالي ممكن الفريق الضيف يعترض او تحصل مشاكل، فاحنا يطعن على النتيجه بتاعتك لان في اختراق للائحه. بننصح ان الناس ان شاء الله تشوف المباراه في البيت
او في اي اماكن اخرى غير الاستاد عشان ما يحصلش تجمهر او تدافع خارج الاستاد، او انه ممكن بعض الناس تضطر لصعود المنازل والاسطح وممكن ده يسبب مشاكل برضه او سقوط من المنتفعات يعني. صح والله ما قصرت يا فندم والله حقيقي يعني الله يعني ده كلام عين العقل، ده كلام محترم وكلام مسؤول الحقيقه، ده الكلام المسؤول جدا. طيب شكرا جزيلا. طيب حمدي بيه السؤال برضو اللي سالته للاستاذ احمد جابر في الترسانه، اخبار يعني بعد ربنا يوفقكم في حاله الصعود، المكافآت والتشجيع للعيبه، هل لايحه ولا خارج لايحه؟ في دعم من المحافظه؟ في افكار معينه؟ هو الحقيقه المعالي اللي هو خالد سعيد محافظ الشرقيه صرف للفريق الشهر اللي فات 250,000 جنيه، وبعدين صرف فوري الاسبوع اللي فات 100,000 جنيه، صرفنا كل المستحقات المتاخره للفريق. ما شاء الله. وبعدين احنا كمجلس اداره دلوقتي بنحاول نوفر دعم بحيث نصرف مكافآت ان شاء الله مش هتقل عن 10,000 جنيه لكل لاعب. ما شاء الله. ومكافاه المباراتين دول هيبقى لهم مكافاه خاصه ان شاء الله مجلس اداره هتعرض عليه يقررها، هتبقى في حدود 2000 جنيه بخلاف مكافاه الصعود. فاحنا بنشوف الرعاة ومنطقه الكره رصدت حوالي 1000 جنيه مكافاه لكل لاعب، ده حاجه كويسه جدا تحفز اللاعبين، واحنا بنسعى طبعا لتحقيق حلم لاهل الشرقيه كلهم. طبعا موفقين ان شاء الله يا فندم وربنا يوفقكم باذن الله. شكرا لحضرتك. متشكرين يا كابتن حسام وتحياتنا لكل مشاهدينا. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. كلام محترم ومفيش عليه اي شيء. معلومه كان قالها الكابتن محمد باهي عضو لجنه المسابقات، ان قال برضه في حاجه كده عاوزين نعرفها في اللائحه، يعني ايه الامن ممكن ان هو يسمح، هو لو هو عنده استطاعه ان هو يامن ويسمح بدخول الجمهور، دي برضه لازم نتاكد منها. لو يعني مثلا لو جاء مديريه امن الشرقيه قالت هدخل جمهور حست ان في جمهور متواجد واقدر امن. لا هي المعلومه دي انا ممكن ارد لك عليها. الكلام ده بيبقى باتفاق مسبق وقبل اللقاء بكام يوم. اكيد ما ينفعش يبقى في نفس اليوم. انت بتتفق الامن طبعا حتى لو قبلها بكام يوم بيقول انا عندي القدره ان انا أأمن 10,000 متفرج. خلاص اتحاد الكوره بيقول المباراه دي ب 10,000 متفرج، هذا لا ينطبق على مباراه العوده. ليه؟ لأن في مبدأ تكافؤ الفرص. بالظبط. طالما أقيمت مباراة الذهاب بدون جمهور يبقى لو الأمن قال لي أنا عندي استعداد أأمن 100,000 خلاص طالما مبدأ تكافؤ الفرص يقول. هتبقى يا أميرة دلوقتي لا قدر الله يعني الفريق المهزوم هيطعن طبعا على نتيجة لأنه في إخلال بقبل لوائح مبدأ تكافؤ الفرص. تمام. طالما أقيمت مباراة الذهاب بدون جمهور يبقى وأنت مغمض كده مباراة العودة لازم تكون بدون جمهور. بس أنا سمعت الأستاذ حمدي رئيس نادي الشباب بيتكلم إن هو معاه تصوير لاعداد زايده كتير في ملعب بنها. في فرق بين في فرق بين الاعداد الزايده بعد كده. الاعداد هو الزايده قال ما دام اتنقل يبقى هيكون بدون جمهور. بالظبط كده. ده يعني كان كلام. انا بشكركم على تواجد حضراتكم معانا النهارده. كابتن مستمر مع الاتصالات ولا؟ والله ان شاء الله لحد دلوقتي ان شاء الله موجود ان شاء الله. يعني بس مستنيين دعم المهندس عثمان للنادي. واللعيبه كلها طبعا حابه المكان جدا. احنا عندنا مدربين محترمين واداريين على اعلى مستوى. الكابتن عندنا كل الامكانيات. عندنا كابتن عبد الحكيم سو بصراحه يعني واقف جنب الفرقه من اول السنه مع دعم الاستاذ عثمان حسن باشمهندس عثمان رئيس النادي وكابتن احمد اسماعيل بصراحه اللي ما بيبخلش عن اللعيبه اللي هم اولاده. نتمنى لك كل الخير يا كابتن سامي. ان شاء الله. شكرا كابتن رامي شرفتنا. هنسمع صوتك في اي مباراه قريب في حاجه في الدوري في الاسماعيلي ان شاء الله اللي جاي ده، في الزمالك بقى اللي بعده. ربنا يوفقك ان شاء الله. توفيق. شرفتنا. الله يخليك. خلينا بس يا حسام اقول يعني من ضمن التوقعات الناس اللي بتتابعنا على الفيس صديق البرنامج شريف رجب بيقول توقعاتي صعود طنطا والاسيوطي والترسانه، بيصبح علينا كلنا. صباح الفل. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ولسه مكملين فقراتنا. هنروح للدوري الممتاز ألف وهيكون ضيوفنا الكابتن احمد سالم نجم نادي الاسماعيلي والترسانه وانبي والمقاصه طلائع الجيش ومنتخب مصر السابق، والكابتن محمد ساهر نجم نادي الزمالك والمصري والمنصوره والداخليه ومنتخب الشباب السابق. بعد الفاصل.